مساء الورد والفل على عيونكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وحال يا رب العالمين. فيديو بقى النهاردة، الفيديو بتاعنا كده هنعمل معاكم اللي هو الكريب، عيش بتاع الكريب او عيش الشاورما او عيش التورتيلا، يعني زي ما بتسميه. بس هو يعني يعتبر في الاساس هو الكريب يعني. هنعمله معاكم بطريقة بسيطة ومقادير سهلة جدا، وتقدري تعملي منه بقى شاورما، تعملي منه اي حاجة، اي حشوة انت عايزاها. قبل بس ما نقول اي حاجة، ما تنسيش بقى تخشي تحطي لايك وتعملي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس. ويلا نسمي الله كده ونصلي على رسولنا الكريم، وندخل نشوف مقاديرنا عبارة عن ايه. اول حاجة هنا معايا كده مقدار السوائل بتاعتي 5 كوبايات كده من المية. طبعا تقدري تعملي اقل تعملي اكتر براحتك انت يعني. هحط انا هنا كده 5 كوبايات كده من المية، واحط معلقة صغيرة ملح ومعلقتين كبار سكر ومعلقتين خل. وهنزل كده معايا كمان بربع كوباية كده من الزيت، وهبدأ اقلب كل الخليط اللي معايا ده لغاية لما السكر بتاعي يدوب كويس قوي هو والملح. كده انا عملت مقدار السوائل بتاعتي اللي هحط فيها الدقيق بقى، واشوف هيوصل معايا لايه. انا هنا طبعا عايزة الموضوع يبقى غني معايا شوية، فحطيت واحدة من اللبن. يعني حطيت الاولين دول كانوا 4 كوبايات مية، وكان معايا بقى هنا واحدة لبن. طبعا تقدري تعملي نص المقدار لبن نص ميه، تقدري تعملي كله ميه او كله لبن براحتك. بس انا يعني ايه عشان اخليه يعني موفر ليا اكتر، إيه حطيت يعني كله ميه، يعني 4 ميه، وحطيت واحده بس لبن تديله غذا شويه كده، وفي نفس الوقت ايه مبقاش يعني هدرت اللبن كتير. تمام. هجيب بقى كده المنخل بتاعي وهبدأ انزل. معايا برضو الدقيق بتاعي بيكون بنفس مقدار السوائل بتاعتي. يعني انا حطيت هنا 5 سوائل، فهحط هنا كمان 5 دقيق. بس انا هنزل كوباية كوباية كده وهقلبها. اول ما الدقيق الاقي خلاص تاه كده، هقوم نازلة ايه بالكوباية التانية. بس هنا انا نزلت 4 كوبايات دقيق كده الاول، واحدة واحدة كده. الكوباية ال5 بقى مش هنزل بيها كلها مرة واحدة، زي ما احنا متفقين الدقيق بيختلف طبعا من كل مكان للتاني. فكوباية الدقيق الخلية ال5، يعني انا هنا الدقيق بتاعي محتاجش معايا الكوباية ال5 كلها. تمام كده. فاحتاج معايا حوالي نص الكوباية بس. يعني ده ال5 كوبايات مية اللي عندي خدوا معايا 4.5 بس دقيق. ممكن ياخد منك انت 5 دقيق، ممكن ياخد منك اكتر كمان عادي يعني. زي ما انتوا شفتوا كده قوام العجينة بيبقى على المعلقة كده، بحيث انك يعني تعملي خط كده على الاسباتولا بتاعتك، بتلاقيه الخط ملمش كده على بعضه يعني او حاجة، اعرف كده ان خلاص هو دي القوام بتاعها المظبوط. ما انتيش تزودي دقيق بقى. هبدأ كده اصفيه عشان ما يبقاش بس فيه اي تكتلات. طبعا انا لو كمية معايا صغيرة احسن حاجة عندي هحطها في الخلاط. تمام. لكن انا عشان هنا يعني الخلاط مش هياخد ال5 كوبايات مية و5 كوبايات دقيق يعني، فهعملها كده، عملتها كده يعني على ايدي وخلاص. هغطيها بقى كده واحطها في التلاجة. وطبعا كل ما يفضل معاك في التلاجة يبقى احسن ويطلع معاك نتيجة افضل. ده كده شكله بعد ما طلع من التلاجة اهو. هبدأ بقى الوقت كده اشتغل فيه. هجيب بقى كده طاسة على النار او اي حاجة يعني ايه، يعني عندك مثلا طاسة الكريب بقى اعملي فيها او كده يعني. اي حاجة تطلعه معاكي يعني كده على النار كويسة ما تلزقش. هبدأ بقى احط فيها كده كبشة من دهنتها الاول دهنة خفيفة خالص من الزيت، وبعدين هحط كده يعني كبشة من العجين بتاعي، والفها في الطاسة كلها كده لغاية ما تملاها. وهفضل سايباها كده لغاية ما خلاص شايفين كل العجين اللي فيها اختفى اهو. ده كده على جنب واحد، اول جنب اهو. خلاص بتلاقي العجين كده بدأ يلم كده، لما يختفي بقى خالص اقوم جايه ماسكاها قلباها، وشوية كمان 5 ثواني كده اقوم قلبها تاني على الجنب التاني. افضل انا كده مع كل واحدة هفضل اعمل معاها كده كل 5 6 ثواني كده على جنب، اقلبها من الجنب ده للجنب ده لغاية ما ياخد معايا اللون الحلو ده. شايفين هنا بقى خلاص، شايفين نجاح العجينة بيعملها معاكي، بيخليها معاكي تنفخ كده. ده انت تعرفي ان العجينة بتاعتك ناجحة. برضو بين كل واحدة والتانية انا بص الفرشة بس هي مبلولة زيت، يعني انا مش بحط زيت في الطاسة، الفرشة مبلولة زيت.
وبمسح بيها بس كده يعني. تمام. وبرضو بحط كبشة تانية وبلفها كده في الطاسة عشان خاطر ايه تتوزع معايا في الطاسة كلها. طبعا لو الطاسة بتاعتك كبيرة عن كده شوية هتطلعه معاكي اكبر يعني، بس يعني عادي مش مشكلة. وبرضو هسيبه لغاية لما شايفين لون العجين ده كله كده لما يختفي خالص. ده كله اهو شايفين ما عادش فاضل الا حتة كده في الجنب، يعني هتلاقي العجين بدأ يلم كده. لما بتلاقي تحس ان هو نشف كده واللي بتاع ثابت من الطاسة من تحت العجين، بتقوم بقى جاية قلبها على طول كده. 5 ثواني برضو زي ما قلت لكم، وهقلبها تاني على الجنب ده و5 ثواني على الجنب ده. المهم يعني ايه، هنفضل مع الواحدة كده لغاية لما تاخد معانا كده اللون من الوشين. والله ما بتاخدش يعني ما بتاخدش وقت خالص يعني، ما تقلقوش. طبعا كله حسب الكمية اللي انت عاملاها، بس يعني ايه الواحدة على طول كده لو ايدك سريعة هتبقى فيها يعني على طول. شايفين العجينة منفخة خالص ازاي؟ كل زي ما قلت لك كل ما تسيبيه يريح في التلاجة هيديكي نتيجة افضل يعني واحسن. شايفين سهلة خالص كده اهو. تلاقي نشف كده اقلبيه على الجنب ده، ونشف تاني اقلبيه على الجنب التاني، ياخد معاكي لون هتشيليه بقى على طول وتحطي بقى ايه على طاسة كده، على طاسة ايه هتشيليه بقى يعني وتحطيه كده على فوطة نضيفة عندك او قماشة يعني تكون بتاعت الخبيز كده نضيفة، وتغطيه على طول. يعني طلعي تشيلي واحد وتحطي التاني فوق منه على طول، تشيلي واحد وتحطي التاني فوق منه على طول. اهم حاجة يعني تبقى مغطياه كويس. شايفين بقى معانا بالشكل ده كده اهو. هغطي بقى كده لغاية ما خلصت الكمية كلها، وزي ما انتوا شايفينها كده بالشكل ده اهي. ما شاء الله جميل وسهل جدا ومفيش في اي تكلفة، مية ودقيق. طبعا زي ما قلت لك تقدري عايزة تعمليها كلها لبن تقدري، عايزة تعمليها كلها مية براحتك عادي، هتديكي نتيجة جميلة جدا. عايزة تعملي نص ونص مش مشكلة. انا بس عملت هنا يعني حطيت واحدة بس كوباية بس لبن، والاربع كوبايات التانيين مية، يعني زودت بس القيمة الغذائية كده يعني بحاجة بسيطة. شايفين هتلفيه بقى بالشكل ده، تلفيه بالشكل ده براحتك، هيجي معاكي زي ما انت عايزة بأي طريقة. ويا رب كده يكون الفيديو عجبكم وتلاقوا الوصفة كده يعني سهلة وبسيطة وتجربوها ان شاء الله بأمر الله. وما تنسوناش بقى بالله عليكم حطوا لنا لايك كده لو عجبك الفيديو، انزلي حطوا لايك دلوقتي حالا قبل ما تنسي، واعملوا اشتراك في القناة لو مش مشتركين وفعلوا الجرس. ويا رب نكون ان شاء الله عند حسن ظنكم، ونشوفكم على فيديو جديد بإذن الله، ومع ألف سلامة.